مستحيل تقدر تسافر روسيا تاني بدون التصريح الامني. نزل قرار بتاريخ 3/2/2025 ان روسيا بقت من الدول المحظوره اللي عشان تقدر تسافر لها او حتى تنزل فيها ترانزيت لازما يكون معاك تصريح امني. وللاسف التصريح الامني ده حاجه مختلفه تماما عن تصريح السفر. تصريح السفر ده كان خاص بالتجنيد بتاع الشباب فقط بعيد عن البنات، انما التصريح الامني للاسف بقى ملزم من الشباب ومن البنات من سن 16 سنه لسن 45 سنه. التصريح الامني وده تصريح بتطلبه منك الدوله اللي انت عايش فيها لو انت مسافر دوله تانية من الدول اللي فيها لبش او مشاكل سواء سياسيا او ما شابه، وعشان تطلعه بيطلع من مكتب الهجره والبعثات بالعباسيه بالقاهره. الاوراق المطلوبه وهي صوره بطاقتك وبطاقه والدك، اول صوره من الباسبور بتاعك، واخر فيزا موجوده على الباسبور بتاعك، وطبعا ما تنساش تصريح السفر بتاعك والقيد الجامعي، وخد احتياطي معاك تذاكر الطيران لعل وعسى تتسأل عليها. تكلفه التصريح الامني 210 جنيه وبيطلع خلال 24 ساعه من الساعه 3 للساعه 5. وبكده تكون عرفت ازاي تطلع التصريح الامني، ونشوفك قريب هنا في روسيا ان شاء الله. ولو احتجت اي حاجه تخص روسيا فهتلاقي كل ما يخص روسيا في قناه اليوتيوب من مصر لروسيا ماروفيتش. ما تنساش تعمل لي فولو عشان تشوفني الفيديو الجاي. سلام.